نكونوا صريحين مع الانفس ديالنا. اي عمل بدون تصريح عمل، ساعات اضافيه واي معطل وغير ذلك بدون اجر، هذا ماشي رجوله، هذه ماشي توكل على الله، هذا ماشي اجتهاد، هذه عباده واستغلال. الناس اللي كيخدموا الناس في هدايا هادوك كيرتكبوا جريمه في حق القانون، كيخالفوا قانون الشغل وخصهم يتعاقبوا، خص المسؤولين يتدخلوا يوقفوا هادشي كثر بزاف. حتى المجتمع ديالنا رجع كيتقبل هادشي هذا، رجع المجتمع ديالنا رجع كيعتبر انك تمشي تخدم في الاستغلال وتقبل هادشي هذا وتخدم فيه، رجع كيعتبروا تضحيه، رجوله، قناعه، التوكل على الله، الرزق الحلال. هذا ماشي الرزق الحلال. كنخدموا انا بيدي، كنخدم في هذه الظروف هذه، كنخدم حيت ما عنديش بديل. كانت عندي 18 سنه خدمت معاه 4 سنين، اللي قلت له خصك تخلصني باجر قانوني، قال لي بغيتي تخدم خدم، ما بغيتيش سير، راه كاين 1000 واحد اللي خدموا في بلاصتك. ملي كنخدم في هذه الظروف هذه كنعترف بيني وبين نفسي، كنقول انا مستعبد، انا خدام في العباده، انا كنتعرض للاستغلال. ودائما ملي كنخدم دائما كنطلب من الله يسهل عليا بشي عمل بالكرامه ديالي، الاجر القانوني ديالي، شي اجر اللي يضمن لي حياه كريمه. ما كنقولش هذه رجوله، الخدام اللي خدمت فيهم كاملين ما كانتش رجوله، كانت عبوديه، استغلال. الرجوله هي النهار اللي يخدم بالاجر القانوني، تخلص داكشي اللي كنستحق، والاجر اللي غيضمن لي حياه كريمه اللي نقدر نتقدم به، ماشي الاجر اللي كيتسالى قبل ما يتسالى الشهر. وطالما اننا كنسميو الامور مسميات اخرى، حتى لدرجه اننا جانا كنحاربوا اللي كيطالب بالحقوق ديالو. اي واحد كيرفض هذا الاستغلال وهذه العبوديه كنسميوها ماشي راجل بارد الكسر، بينما داك اللي كيخالف القانون هذاك كنسكتوا له. بالعكس كندعموا هذا الاستغلال، كندعموه. حتى رجالنا كنسميوه، كتشوفوا شي واحد كيخدم في التماره مكرفص شي اجر مصالح، شي كنرجعوا كنسميوها رجوله، سخون كثير، مناضل، مكافح بصح هو اللي كيخدم بالاجر القانوني، كيخدم بالاجر اللي كيستحق، وكيخدم بالكرامه ديالو. ما كتخدمش بالكرامه ديالك، خصك تعترف مع نفسك بانك مستعبد، بانك كتعرض للاستغلال والطمع، تغير راسك، ماشي تقول هذه الرجوله. هذه هي الفكره اللي جعلتني قبل العبوديه 4 سنين، قبل الاستعباد 4 سنين في العام. هذه هي الفكره اللي جعلتني انني قبل الاستعباد 4 سنين وانا في الشركه كتخلص 1000 درهم في الشهر. علاش؟ حيت كنت كنعتبر ان ذاك العمل رجوله، ان ذاك الناس اللي ما كيقبلوش هذا العمل هذا ماشي رجال، انهم باردين كسف. وخرجت 4 سنين تطردت من العمل. رب العمل قال لي بغيتي تخدم، اللي طالبت بالحقوق ديالي، رب العمل قال لي عجبك الحال خدم، ما عجبكش الحال كاين 1000 واحد غيرك، 1000 واحد حمار بحالي اللي يخدموا ديك الخدمه هذه. انا كنت حمار كنعترف بها. ودابا حاليا بما انه ما كاينش شي فرص شغل بكرامه، عاد تعاودت لي شي فرصه في العبوديه في الاستعباد، لحد الان بدات تعاودت لي شي فرصه في الاستعباد في الاستغلال، غنخدم فيها كحمار ريتاما نصوفي راسي باش نقدر نغير حياتي. ولكن عمري غنقول بانني راجل كنخدم فيها حيت راجل نهار نخدم بالكرامه ديالي. تحياتي لكم.